أهم 3 أسئلة تسألهم لابنك أو بنتك من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة كل يوم. أول سؤال: عملت إيه غلط النهاردة؟ وتسأل السؤال بنفس الهدوء واللطف اللي أنا سألته بيه ده، وأما ابنك أو بنتك يحكوا لك اوعى تتخانق معاهم، أنت بتعمل حاجة من 3. لو الغلطة بسيطة بنطبطب ويكفيني إن هو أو هي عرفوا غلطتهم. طب لو الغلطة أكبر شوية بتدخل بالنصح لتجنب تكرار الغلطة دي في المستقبل. طب لو الغلطة أكبر شويتين بعمل تدخل فعلي لحمايتهم من تداعيات الغلطة اللي هم غلطوها وعرفوها وأوريدي اعترفوا بيها. السؤال التاني: ايه اكتر حاجة ضايقتك النهاردة؟ اعلم ابني او بنتي فن التعبير عن المشاعر واخليهم ينفسوا المشاعر السلبية جوه البيت، وكمان لو طلعوا بيتعرضوا لمضايقات حقيقية بتمثل اي تهديد عليهم اقدر اتدخل بشكل مبكر لحمايتهم. السؤال الثالث: ايه اكتر حاجة بسطتك النهاردة؟ ويا ريت تسأله السؤال ده عن المدرسة عشان تعيش تاني اللحظة الحلوة اللي انبسط بيها، فالمدرسة ترتبط دايما عنده بلحظات حلوة مستنيها، ويبقى كل يوم مقبل على انه يروح مدرسته تاني يوم وهو مبسوط. يا ريت نقدر نحافظ على ال3 أسئلة دول بشكل يومي.